سلام عليكم. ايه رأيكم في طاسة الكبدة البلدي دي متشوحة في معلقة سمنة بلدي؟ حاجة آخر عظمة والله يا جماعة، متشوحة ومستوية زي ما انتوا شايفين وطرية جدا. تعالوا نشوف عملناها ازاي. جبت حتة كبدة بلدي من عند الجزار لسه طازة، ولازم تكون باللون ده يا جماعة، مهم جدا. وبعد كده بقطعها بالسكينة بالورب. بصوا يعني بميل السكينة كده واخدها شرايح، لازم تكون شرايح ايه، تخينة سيكة كده علشان ما تنشفش منك وانتي بتشوحيها. نخلص الكمية كلها وفي الاخر هوريكم شكل الشرايح عامل ازاي. الكبدة لازم يكون لونها وردي، ولا تبقى احمر كاتم ولا حتى احمر قوي، يكون لونها وردي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه عشان تطمنوا انها سليمة وزي الفل. شايفين لونها عامل ازاي؟ ما شاء الله، شكلها وهي نية يفتح النفس والله العظيم، ما شاء الله. بصوا بقى بتتقطع بالشكل ده، دي الكبدة البلدي يا جماعة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. قبل ما اشوح الكبدة على النار لازم اعمل الخلطة السرية بتاعتي. انا دايما بفرم كده وبشيل في الفريزر توم مفروم مع فلفل رومي، بحطه في برطمان كده وبشيله في الفريزر. خدت منه معلقة كبيرة وبيرجع الفريزر تاني. دي اول حاجة معايا، يعني ده توم بفلفل مفرومين مع بعض. بحط عليهم معلقة ملح. انا طبعا معلقة التوابل دي معلقة تافهة جدا يعني ما بتشيلش حاجة، فحطيت ملح وكمان كزبرة ناشفة وكمان هنحط كمون. الكبدة ما بتاخدش اكتر من كده، ملح فلفل اسود كمون وكزبرة مع التوم اللي انا فرماه بفلفل بس، ما بحطش عليه اي توابل تانية. بعد كده هجيب معلقة كبيرة خل، ده الكيلو الكبدة يا جماعة. حط كده حوالي معلقة كبيرة على التوم والتوابل بتاعتنا، وليمونة كبيرة كده حلوة مليانة مية. ونجيب بقى العصارة بتاعتنا، عصرت أول نص، حسيت ايه انه نزل لي شوية عصير ليمون بس لسه فيه شوية كمان. هناخد النص التاني ونروح عصرينه، وكأي أم مصرية مش هسيب النصين اللي اتعصروا في حالهم. حطي النصين على بعض واعصري لغاية ما تجيبي آخرها، آخر نقطة عصير معاكي. بالمنظر ده. وبعد كده نقلب بقى التوم والتوابل مع الخل والليمون لغاية ما الاقي التوم شرب السوائل اللي انا حطيتها كلها. ده اصل الطعم الجميل جدا وريحة الكبدة الرائعة العالمية. شايفين ازاي لازم التوم يشرب السوائل ويشرب التوابل اللي حطيناه بالمنظر ده زي ما بوريكم كده يا جماعة. خلاص كده، كده التتبيلة دي جاهزة، لازم تكون جنبي قبل ما انزل بالكبدة. بعد كده معلقة سمنة بلدي حلوة، ولاحظي ان الكبدة ما فيهاش دهون، فانا مزودة شوية معلقة السمنة، ولا حاطة ليا ولا حاجة. الكبدة البلدي مع معلقة السمنة البلدي حكاية. اول يا ستي ما نزلت في السمنة بصيت لقيتها لك عملت لي صواريخ اعياد الميلاد كده في كل ناحية. بتحتفل. بس الحمد لله ما اتلسعتش ولا حاجة، يعني ما اعرفش والله ايه اللي كان فيه مية، ما علينا. بس خلاص تشوحناها راحت الصواريخ هديت الحمد لله. نفضل بقى نقلب فيها بسيط قوي واسيبها لغاية ما الوش اللي تحت ياخد لون، وبعد كده اقلبها خدت لون اهي. رشة صغيرة فلفل اسود لان انا ما حطيتش فلفل اسود في التوابل، خلي بالكم. الفلفل الاسود برشه عليها بعد ما تكون خدت لون، ولا نزلت بالخلطة الأول ولا نزلت بفلفل ولا حاجة. تتشوح مع السمنة البلدي كده برشة الفلفل الأسود، دي أول حاجة. بعد كده هجيب قرن فلفل رومي مفروم، وممكن تخليه حامي لو انت عايزاها بقى مشطشطة كده وسبايسي. بس لو عندك أطفال اعملي زي حالاتي كده، قرن فلفل رومي بارد مفروم. حطيته الأول، عملت حفرة كده وحطيته الأول خد السخونية بتاعة السمنة، وبعدين رحت مقلبة الفلفل مع الكبدة. لغاية دلوقتي يا ستي اهو مفيش توابل، هو فلفل اسود بس. وبعد كده بقى، بعد الحكاية دي كده، بعد المرحلة دي هنجيب بقى ايه، التتبيلة الخطيرة بتاعتنا السرية، ونروح حاطينها على الكبدة بالتدريج. هناخد نص معلقة الأول، هي كلها على بعضها معلقة، بحطها بالتدريج مش أكتر من كده. معلقة كبيرة من الخلطة السرية على كيلو الكبدة. بصوا بحطها بالتدريج ازاي، واحدة واحدة وزعيها عليها كده وقلبي. والريحة يا جماعة كانت مالية الشقة، الله أكبر بجد، تحفة. من أول ما نزلت الكبدة في السمنة البلدي وابتديت أشوح، والريحة ما أقولكيش على جمالها. دلوقتي بقى بعد ما تحطي الخلطة الريحة ايه، بتفحفح عسل ما شاء الله.
بس يا ستي وخلصت أسرع وأحلى كبدة في الدنيا. تعالوا بقى نقدمها. شفتوا المنظر؟ بصوا حاجة كده تخطف القلب. أهم حاجة عندي إن الكبدة طرية، ما تقرصيش عليها في التشويح، طرية خالص خالص ومستوية من جوه، واخدة تتبيلة عسل. ويلا بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.